أهلا أهلا. أنا إسراء وده بودكاست إسوة، وده يوم جديد وصباح جديد وأكيد فرصة جديدة. قبل ما نبدأ بعتذر على صوتي علشان عندي دور برد. خلونا نبدأ. All things on my side I must to end. فالبداية هي الحكاية اللي بدأت لما عرفت معنى الجملة، وأن كل ما يرى يجب أن ينهى. يعني أي شيء قدامي لازم أخلصه، وده لان عقلنا بيتعامل مع الشيء اللي قدامي ده كأنه اوردر كده ولازم ان انا اخلصه. يعني افتكر كده وقت العيد وانت حاطط طبق الكحك والترمس قدامك، تحس انك واخد اوردر كده علشان تخلص الاطباق دي كلها، وتحس نفسك في سباق مش عارف مع مين وليه، تلاقي عقلك مديك اوردر ان احنا لازم نخلصه بسرعة علشان مفيش وقت للتفسير. ولاحظ نفسك كده لو قاعد في مكان مثلا ومتغطي ومتدفي والترمس اللي قدامك خلص، غالبا وبنسبة كبيرة مش هتقوم تجيب تاني، الا بقى لو حد من اخواتك اتطوع وقام هو جاب بقية العلبة. فكل الكتب لو لاحظت هتلاقي اول حاجة بتأكد عليها علشان اتخلص من شيء معين او عادة معينة هو اني اخليه صعب، زي الكاتب جيمس كلير في كتاب العادات الذرية او Atomic of Habits لما قال عن التخلص من العادة السيئة: اجعلها صعبة. ازاي يعني العقل مش بيحب اي حاجة فيها تفكير كتير او ليها كذا خطوة ولسه بقى هيفكر فيها، وانا هعملها بالشكل ده ولا هقوم دلوقتي ولو قمت هعمل كذا. زي مثلا اني لسه هتعلم حاجة جديدة محتاجة مني اني امر على كذا مرحلة، عشان كده العقل بيكسل عنها. او زي مثلا اني اتبنى عادة جديدة فلسه محتاجة مني مجهود كبير علشان ادخلها في روتيني، فعشان كده كل الكتب بتقولك اجعلها صعبة. والمعادلة بسيطة، هي كتر خطوات زائد كتر تفكير يساوي التخلص من اي عادة سيئة. فلو احنا حبينا نطبق الكلام ده على مثال عملي مثلا، مش هنلاقي افضل من مثال التخلص من الوزن الزائد. والحقيقة ان التخلص من الوزن الزائد بيبان ان هو صعب ومحتاج مجهود علشان بس ان انا انزل وزني، لكن لو طبقت اللي قلناه فوق ده هتبقى حطيت اول طوبة في بناء صحتك، اللي طبعا مفيش اغلى منها. فمثلا لما تيجي تاكل وعندك طبق رز وطبق لحمة وطبق شوربة وطبق سلطة وطبق خضار وطبق فاكهة وطبق مكسرات وعيش، فتخيل عقلك بقى هيعمل ايه بالظبط. هيعمل بالظبط نفس اللي عمله مع الترمس، هيدي اوردر بإنهاء كل الأطباق دي فورا. فكل اللي عليك تعمله ان انت تكتر الخطوات وتكتر التفكير، علشان ده هيساوي التخلص من الوزن الزائد او خسارة الوزن. فكل اللي انت هتعمله وانت جاي تاكل اي حاجة انك هتجيب طبق فاضي معاك وهتحط فيه نص كمية كل حاجة انت متعود عليها. يعني مثلا لو انا متعود اكل رغيف عيش هحط نص رغيف بس، متعود اكل طبق رز كبير هجيب نفس الطبق ده وهاخد نصه بس، وهتشيل باقي الطبق من قدامك. وبعد ما تاكل لو حسيت انك لسه جعان قوم هات نص برضو اللي في الطبق اللي سبته، بس ما تاخدش كله، خد نص برضو. بس مهم جدا قبل الاكل انك تشرب كوباية مية وكمل اكل بعدها. كمان بين كل مرة هتقوم فيها تجيب باقي الأكل هتشرب كوباية مية، وده لوحده هيشبعك. كده بقى كل مرة هتقوم تجيب باقي الأكل هتلاقي نفسك بقيت مش جعان. في مرة كنت متضايقة من موقف حصل، ومع اني كنت لسه متغدية حالا إلى اني حسيت اني جعانة ولازم اقوم اكل دلوقتي حالا. وكان عندي استعداد اني ادخل اي فرح اقول لهم اني من قرايب العروسة علشان ادخل البوفيه. واللحظة كده وقفت مع نفسي وقلت لها احنا دلوقتي متضايقين، ده شعور ضيقة مش جوع. ده لما عرفت معنى الشعور ده ساعدني ان انا افرق بين مشاعري وافهمها. وده طبعا مش هيحصل من اول مرة ولا تاني مرة ولا تالت مرة، الموضوع محتاج تكرار علشان تقدر تفرق بين مشاعرك. واللخبطة اللي علينا فيها دي بيرجع لأسباب كتيرة جدا، زي أسباب مثلا في الطفولة أو إن احنا خدنا على كده. فأكيد اللي اتبنى في سنين مش هيتهدم في لحظات. ولكن يا أصدقاء في كام خطوة كده علشان الطريقة دي تكون ناجحة معاكم. أولا لازم تشرب كوباية مية قبل الأكل، وفي كل مرة هتقوم تجيب فيها باقي الأكل هتشرب الأول كوباية مية. وده لأن الجسم أحيانا أو دايما
بيربط بين العطش والجوع ويطلعهم في إنذار واحد: أنا جعان. وده بيرجع لعاداتنا من زمان، وهو إن أي شعور يبقى أنا محتاج أكل، زي إني متضايق مثلا فأقوم أكل، زي إني قلقان أقوم أكل، متوتر أكل. ده حتى في ناس بيكون عندها توتر أو قلق علشان الامتحانات، وتلاقي شهيتها وقت الامتحانات مفتوحة جدا. حتى لو أنا عطشان ما بحسش إني عطشان، أنا بحس إني جعان. وده لأن مفيش عندنا ثقافة إني أفهم مشاعري وأحللها، وتقول لنفسك وده ماله بداية لمبي. عشان كده لازم تفصل مشاعرك عن بعضها. وحكاية فصل المشاعر دي ليها موضوع لوحده هنتكلم عنها بالتفصيل، لأنه موضوع مهم جدا. تاني حاجة بقى وهي إنك لازم تفصل الأنواع عن بعضها. يعني الصينية فيها الغدا بس، مش الغدا والعشاء وبابا لسه جايب موز وجيراننا باعتين صينية بسبوسة، وهاخد شوية لب عشان البرنامج هيبدأ بعد الأكل، وشوية عصير عشان أهدي أعصابي من الولاد، وشوية فينو وجبنة عشان هتسحر بعد ما اتغدى، وفاضل من الولاد شوية سندوتشات من الرحلة كمان. لأ، خلي بالك ميعاد الغدا بتاعك يبقى الغدا بس قدامك في الصينية، والأطباق كلها تبع الغدا وبس. تالت حاجة، اوعى تنسى تسيب نص الأكل في طبق تاني في المطبخ، أو تنسى الطبق اللي هتاكل فيه. حضره من قبلها، وقبل ما تخرج من المطبخ حط فيه النص من كل حاجة زي ما اتفقنا. وده لأن الحركة دي هتطمن عقلك ومعدتك إنه لسه فيه أكل تاني. حتى لو مش حاسس إنك شبعان، فالإحساس بالأمن الغذائي كفيل إنه يشبعك. والله. وده لأن زي ما قلنا إن عقولنا أصلا بتحب الكسل، فهو أول ما يحس إنه جعان ويفكر إنه لسه هيقوم يجيب باقي الأكل، هيلغي الفكرة كلها أصلا، ويحسسك إنه خلاص أنا شبعت، لمجرد إنه مش هنقوم تاني واللي يعرف يخرجني يفرجني. رابع خطوة بقى هي تثبيت ميعاد تحضير أكلك، عشان نسهل الخطوات ونجهز الأكل من قبل ما نفكر نعك، ويكون دايما جاهز وما نكسلش ونظبط مواعيد أكلنا طول اليوم. حتى لو ظروفك صعبة وبترجع من الشغل 11 بالليل وبتروح الشغل الساعة 7 الصبح، حاول تثبت مواعيد الفطار والغدا والعشاء، ولو بتاخد بينهم سناكس. أهم حاجة تثبت المواعيد الأكل وتحضر لها. وأخيرا بقى، لو مش هتعرف تاكل في طبق واحد، أو مش بتحب تحط الأكل كله على بعضه في طبق واحد، كل اللي هتعمله هتجيب أطباق صغيرة. بس خلي بالك لما بنقول صغيرة نقصد بيها انك هتجيب الطبق اللي متعود تاكل فيه في الطبيعي، وتشوف طبق تاني بياخد نص الطبق اللي انت متعود تاكل فيه، او يعني نص طبقك اللي انت اصلا متعود تاكل فيه. مش تجيب طبق سيرفيس وتقول ما هو صغير اهو وبسمسم. لا، هتجيب الطبق اللي انت متعود تاكل فيه دايما الطبيعي بتاعك، وتشوف طبق ياخد نص الكمية بتاعته، وتعتمده بقى في اكلك. مش هننسى لو اكلت وحسيت لسه بجوع هتغرف، ولكن المرة دي هتاخد نص الكمية برضو بس. وخلي بالك اوعى تنسى كوباية المية. وبكده ومرة على مرة هتلاقي عقلك بدأ يعرف انه الكمية اللي المفروض ياكلها ويشبع بيها هي دي. وممكن في الأول تاكل وتقوم تجيب الباقي عادي جدا، لكن المرة اللي بعدها هتكسل. أو مرة هتجيب الباقي في وجبة العشاء مثلا، ووجبة الغدا هتكسل تجيبه. ومرة على مرة إن شاء الله هتتخلص من أي عادة بالطريقة دي. وفي النهاية اوعى تنسى المعادلة: تفكير كتير وخطوات كتير تساوي التخلص من أي عادة. أتمنى تكونوا في أفضل حال وصحة وعال العال، والسلام عليكم ورحمة الله ولطفه وبركاته عليكم جميعا.